السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في قناتي قناة عالم بسمة امل. لسه ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وما تنسوش الكومنت واللايك. النهاردة هنعمل مع بعض الكشري الجميل ده. كشري سهل وبسيط جدا، مش بيحتاج لمجهود يعني. طبعا زي ما انتم شايفين كده، حاجة ممكن تعمليها يوم الجمعة الصبح لولادك لجوزك، حاجة يعني تنفع فطار وتنفع غدا وتنفع عشاء، بالذات في الايام اللي احنا فيها دي. ما تنسونوش في اللايك والاشتراك وتفعلوا لي الجرس. طبعا هنعمل مع بعض كمان الدقة الجميلة دي والصلصة. عايزة بقى انتي شطة جنبها بتحطي شطة، مش عايزة شطة خلاص. نبتدي نقول المكونات معانا. معانا كوبايتين او 3 رز، معانا نص كوباية عدس، معانا 3 بصلات كبار كده، ومعانا كيسين مكرونة مخلطين، او لو عندك حبة من هنا على حبة من هنا على حبة من هنا، ومعايا نص طماطم وحبة زيت وحبة خل. زي ما انتوا شايفين كده، بروح بقى حاطه الرز على العدس ومقلباه تقليبه كويسه جدا. انا لسه مش غسلته، بقلبه كده تقليبه كويسه. وطبعا لما باجي اغسله بخليه نضيف جدا. خلاص، ومعايا 3 بصلات كده زي ما انتوا شايفين، سايبه الراس بتاعتها عشان لما اجي اقطعها بالمكنه مش تعور لي ايدي. ومعايا طبعا كيسين مكرونه. هروح بقى على المكنه واجيب معايا البصلتين 3 بصلات وهفرمهم. مش هفرمهم، هقطعهم رقيق جدا. تمام. امسكها من هنا كده وبروح راحه جايه على المكنه، بتطلعها لي زي ما انا عايزاها، رقيقه وجميله ومش بتتحرق ولا حاجه، بس بيبقى طعمها حلو. طبعا انا عشان لسه مقطعه طماطم كده فهتلاقيها مطرحها طماطم. اهو البصل اهو زي ما انتوا شايفينه كده زي ما انا عايزاه بالظبط. مش عندك مكنه ممكن بسكينه حاميه كده وتقطعيه شرايح كده زي ما انت شايفه بالشكل ده كده. خلاص، طبعا في ناس من عشاق الكشري. هروح بقى، طبعا معايا دلوقتي البصل متقطع ومعايا الزيت ومعايا الرز. بس انا الحله اللي هعمل فيها البصل هي اللي هنزل فيها الرز. معايا الحله اهي، حاطه فيها ميه المكرونه وميه السلق. هحط فيها حبه ملح، مش هحط زيت ولا هحط حاجه، هو حبه ملح بس، معلقه ملح كده. واول ما الميه تغلي بنزل عليها طبعا المكرونه الطويله دي انا مكسراها 2. خلاص، مكسره المكرونه دي 2، انت عايزه تسيبيها براحتك بقى. بقوم نازله عليها كده بالميه، ميه بتغلي جدا عشان مش تعجن منك. بقوم مديها تقليبه كده وسايباها بقى تستوي. طبعا مش بعجنها برضو. اروح بقى على الحله التانية اللي انا هعمل فيها البصل. بحط حله كده بس انها تسخن خالص، وبروح نازله عليها بحبه زيت. ما بنزلش بالزيت الاول، بحط الطماطم الاول تتسبك خالص خالص خالص، وبعد كده بحط بقى الزيت بتاعي والتومه. المكرونه هي اتسلقت اهي زي ما انتوا شايفين كده، المكرونه مسلوقه وحلوه. بروح بقى مطلعوها على طول على الطاسه على المصفى، والحله اهي بنزل فيها بالزيت علشان اعمل فيها البصل. بنزل بالزيت كده واستناها تسخن خالص. بعمل لها تجربه، برمي فيها واحده بصلايه كده علشان مش هحط البصل كله ويشرب الزيت مني وهو لسه، خصوصا ان هو لسه مش سخن. ودي التسبيكه هي حطها من غير زيت ومن غير اي حاجه. هقول لكم بعد كده انا بحبها كده، حتى في المكرونه في المحشي في اي حاجه بحبها كده. معايا البصل اهو ومعايا حبه الزيت. طبعا لسه ما سخنش، انتوا شايفين الزيت عامل ازاي في البصلايه الصغيره اللي انا رميتها. بعمل لها اختبار كده عشان مش احط الزيت كله وبعد كده ارجع اندم ان انا حطيته، احط البصل. هي كده سخنت اهي، هروح نازله بقى بالبصل اهو. وانتي بقى بترمي البصل كده بتفتفتيه خالص، بتفككيه من بعضه في الزيت. خلاص، طبعا انا لا بحطه في دقيق زي ما الناس بتعمل ولا بحط له رشه ملح ولا اي حاجه، بسيبه زي ما هو كده، حبه زيت، وافضل اقلب فيه، مش بسيبه وبمشي، بفضل رايحه جايه عليه وبقلب فيه. تمام، او زي ما انتوا شايفين كده.
ولازم عينيكي تبقى فيكي، يعني شايفه الناحيه دي استوت تقلبي الناحيه دي، شايفه الناحيه دي دبلت شويه تقلبي الناحيه دي كده يعني. وطبعا الكشري انا عارفه ان في ناس بتحب الكشري جدا. الصلصه هي لسه بتتسبك، والمكرونه والبصل اهو بفككم من بعضه. وعلشان طبعا مش هطول عليكم هقفل وارجع لكم تاني. اهو البصل برضو لسه بيدبل. طبعا مش تستعجلي عليه، هي النار عاليه على فكره، مش توطي النار خالص، النار عاليه. فبتقعدي كده بقى تعملي كده تقلبي فيه يمين وشمال علشان كله ياخد درجه حراره واحده. مظبوط. اهو بصوا ابتدى بقى يصفر كده مني. طبعا هكون محضره منديل مثلا مطبخ، او عندي مثلا اي ورقه نضيفه مش مكتوب فيها، مش لازم منديل، اللي عندك في البيت يحل محل اي حاجه، بس خليكي عينيكي فيكي يعني، شوفي الحاجه هتنفع ولا لا. البصل اهو ابتدى يكرمل معايا وينشف شويه، هستناه ينشف شويه، مش هطلعه في الدرجه اللي انا عايزاها، لان هو لما يطلع هيديني الدرجه اغمق كمان. خلاص عشان مش يتحرق طلعته اهو. وده طبعا الزيت مطرح البصل. هعمل فيه ايه بقى؟ عايزه تصفيه خالص صفيه، مش عايزه تصفيه براحتك. هنزل عليه بقى بالرز. هنزل على الزيت ده هحطه يسخن خالص. انا بقى كنت طلعته عشان طلعت البصل، احطه الاول ما اشوفه يسخن خالص. طبعا برضو هعمل له اختبار، هحذف له واحدتين كده وهعمل له اختبار اشوفه سخن ولا لا، واروح نازله عليه بالرز كله. بصوا كده انا عملت له اختبار اهو. هنزل عليه بقى بالعدس على الرز اللي انا غسلاهم ومخليهم نضاف جدا ومطلعه منهم اي حاجه ومخليهم زي الفل. واحط بقى معلقه ملح ومعلقه كمون، وهفضل اقلب في الرز والعدس على الحله كده مع الزيت. طبعا بيتعمل بزيت ذره. وتقعدي بقى تقلبي كده يمين وشمال لحد ما الرز والعدس يسخن منك. عندك حبه بهارات صغيرين ممكن تحطيهم، اللي هي بهارات كباب، اللي هي ال7 بهارات، ممكن تحطي سنه صغيره منهم. خلاص بتفضلي بقى تقلبي فيه. طبعا انا عارفه ان انا تعباكم معايا لاني بصور بايد وبعمل بايد تانية. اهو كده سخن معايا، لازم يسخن خالص. يعني اول ما تحطي الميه تلاقي حاجه بتعملك تعرفي ان الرز بتاعك هيطلع مظبوط كده زي ما انتوا شايفين. بروح بقى مقلبه خالص، واروح شايفه ان هي عايزه ميه تاني بحط لها ميه تاني. طبعا انتوا عارفين العقد بيبقى عقله واحده بس، طبعا انا مش بشوفها بصبعي، لا انا بشوفها بعينيا كده. بفضل بقى ازود ميه لحد ما تتغطى خالص، بقلبها بقى وبدوق الملح بتاعها، بشوف ملحها هل ملحها حلو ولا حادق ولا ايه، ولا عايزه ملح تاني. طبعا لان الكميات بتختلف مني للناس يعني اللي هتعمل ليا لكده، الكميات بتختلف. طبعا دي الطاسه بتاعتي بجيبها بنزل فيها بحبه زيت علشان اعمل فيها الصلصه. بنزل حبه زيت كده ومعايا نص معلقه توم او ربع معلقه توم مفرومه وبقلبها، وبنزل عليها بقى بالخل. طبعا هنا عشان التليفون فصل مني بنزل بقى اهي بقى لونها ذهبي، بروح بقى نازله عليها بالخل كده. بصوا الخل بقى هيروح مطرطش الدنيا. اقول بسم الله الرحمن الرحيم وانا بعمل اكلي عشان ربنا يبارك لي فيه والحاجه تطلع حلوه مني. اهو بنزل بالخل. طبعا الخل اهو فضل يطرطش. بنزل عليه بقى بالصلصه اللي انا مسبكاها بره، حطاها بره، مش بتاخد وقت. بحط معلقتين كده وبزودها حبه ميه صغيرين اهو، باخد معلقتين 3 وبزودهم حبه ميه صغيرين. بشوف بقى انا بقى عايزاها خفيفه عايزاها تقيله زي ما انا عايزاها. بحط بقى حبه كمون وعندي حبه بهارات بحطهم، بحط حبه ملح، بحط ربع معلقه سكر صغيره خالص علشان مزازه الخل والثوم. طبعا البوتاجاز بتاعي بعد الكشري ده بيبقى شبه ملعب الكوره بالنجيله يعني، شكله بيبقى فظيع. بس عادي ونخلص حاجتنا وبنرجع نعمل البوتاجاز عشان حاجتنا تفضل حلوه. طبعا الكشري اهو، وبصوا التقليه اللي عليه هشه وجميله. بحط الاول الرز وبعدين المكرونه وبعدين التقليه. بس ما بحطش بقى صلصه غير ساعه الاكل، هما اللي بيحطوا الصلصه بقى من قدامهم ساعه الاكل. والدقه طبعا معروفه،
بجيب توم، راس توم او نص راس توم حسب ما هتاكلي، حبه كمون، حبه كزبره، حبه خل، حبه ميه، وبعمل منهم الدقه. عايزه تعمليهم على السخن بتعمليهم، عايزه تعمليهم على البارد بتعمليهم. والصلصه طبعا احنا عملناها مع بعض. يا رب يا حبايبي الفيديو يعجبكم، واللي اول مره يشوفني لاول مره يشوفني يدوس لايك واشتراك ويفعل لي الجرس. وطبعا بشكر جروب الخير برئاسه